لا يمكن يكون ده النادي الاهلي اللي انا اعرفه. الاهلي ابو الكباتن اللي كان بيلعب بالميراث ده فريق مش مركز، لعيبه كسلانه مش عارفه حتى تسجل هدف، وانا كده والله بحاول انتقي الفاظي. يا كباتن انتوا متوفر لكم كل الحاجات اللي في الدنيا، هتكسب امتى بس؟ حد يجاوبني بالله عليكم. صدق بالله ابو الكباتن حتى لو كان المرمى فاضي لعيبه الاهلي ما كانتش هتسجل. هو انتوا ليه محسسينا ان تسجيل الاهداف حرام؟ اللاعب الجامد بيسجل من نص فرصه، صح كده؟ انتوا موافقيني؟ احنا بقى بيجي لنا فرص كتير وما بنسجلش، والكره بطيئه جدا وهي في رجلينا، مش عارفين حتى نعمل 5 أو 6 باصات على بعض. يا جماعه هو ده طبيعي؟ عارف الناس هتقول لك ايه؟ هتقول لك ده ارهاق، ده فرق التوقيت والرطوبه، وهتسمع اعذار من هنا للصبح. بس والله العظيم يا كابتن لعيبه بالميراث دول مش رجاله علينا. بالميراث ما كانش الفريق الجامد يعني. طب الجون الاول هدف عكسي وماشي وبتحصل، انما الهدف الثاني ده خطا كارثي من محمد هاني. يا كابتن محمد هاني والله انت ليك كل الاحترام، بس ايه التصرف ده؟ ده الراجل معاك كوره، يعني هو بطيء ماشي بطيء، وانت من غير كوره يعني انت اسرع منه، يعني انت بنسبه 90% كنت هتسبقه وكنت هتقطع الكوره منه. ليه بعت نفسك كده؟ لا حول ولا قوه الا بالله.